يا صباح الخير، يا صباح النور على القلوب الجميلة والقلوب الرائعة بحالكم. كنتمنى الغزالات أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وأنكم يا لاله تكونوا دائما في أحسن الأحوال. وقبل ما نبداو الفيديو الغزالات، ندوزو نصليو على سيد الخلق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن منا لا يعشق الطبيعة وجمال الطبيعة؟ هذه كل شيء متفق عليها، ما كاينش اللي يقول لك ما كيتعجبوش الطبيعة، ما كيعجبوش هاد المناظر الخضراء، اللون الهادئ اللي كيبعث بالطمأنينة وراحة البال. كما كتشوفوا الغزالات، اليوم بادية معكم الفيديو بالطاقة الزوينة بحالكم، بالخضورة يا لاله والنباتات. كما كتشوفوا غادي ندوز نسقيهم. عرفتوا بعض المرات كنغفل عليهم نيت، كنخليهم سير عليه 15 يوم، عاد كان سميتو نتفكر انني خاصني نسقيهم. ما حدني كنشوف اللوين ديالهم خضر وزاهر صافي كنقول راهم محتاجينش الماء. ولكن ملي كنجي كنقلب هذاك الطاسات ديالهم كنلقى التراب نشف صافي. هاد المره حتى شت الوريقات ديالهم دوك تحتانيين كما كتشوف بداو كيصفاروا، بداو كيدبالوا. عاد طاحت في بالي قلت راه خاصني نسقيهم. يعني شي حوايج كيكونوا قدام عينيك كتشوفيهم وشحال من حاجه كتكوني باغا ديريها وسبحان الله كتنساي وكتسهاي. كاع كنظن انا كلشي تقريبا ولا بحال هكا كلشي كيسها وكلشي كينسى. المهم قلت اليوم غادي نسقيهم. عرفتوا ملي كن هكا كنعتني بيهم، كنقيهم، عرفتوا واحد الراحه ما غاديش نقدر نفسرها لكم البنات. كنلقى راحتي بزاف مع هاد النباتات مع الخضوره. كتعتني بيهم، هكا دوزي وقيته حداهم صراحه كتحسي بواحد الراحه اللي زوينه بزاف. شوفوا لي هاد النبته تبارك الله قداش ولات طوالت صافي تقع الدار، يعني ما بقيتش لقيت فين نديرها. وهنايا الغزالات غادي ندوزو للغديوه من بعد ما جمعت الدار وساليت الميناج وكل شيء. كما كتشوفوا غنديروا طويجين. درت شويه ديال هكا الزيت ديال الطبخ، درت 3 ديال البصلات مشلضين، شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم، مليحه. المهم توابل معروفه البنات. غنديروا طاجين اللي ديال الكالامار. هنايا الغزالات ضفت فلفله مقطعه هكا مكعبات. هنايا خليت حتى البصيله تشحرات مزيان، عاد ضفت الكالامار والفلفله. وهنايا غادي نضيف شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، وهكا هاد لي طرونج ديال الحامض. غادي نعاود نزيد عليهم شويه ديال التوابل هكا من الفوق باش داك الطاجين ما يجيش مبيض. درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره او البابريكا، شويه البزار صافي. وغادي نزيد عليهم هكا شويه ديال الزيت ديال الطبخ. وغادي نمرق البنات شي نص كويس ديال الماء، نص كويس صغير، نص كاس العنبه. هادشي الا كنتو بغيتو تجهدوا الطاجين. صافي. ومن بعد ان شاء الله غادي نزيد عليهم شويه ديال المطيشه ديال الحك، مطيشه هكا مطحونه، وشويه ديال الجلبانه. وغندوزو هنايا نصايبو هاد الحوته كما تشوفوا. هاد السمك ديال الاورات هذا ما غندير فيه اليوم لا توابل لا والو. درت ليه غير عصير ديال الحامض وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وهكا الزيت ديال الطبخ. صافي البنات كما كتشوفوا فليت الحوته في الوسط مزيان وشربت هذاك الخليط كله صافي ودخلتها الفران. غادي نخليها تقريبا ديك 10 ديال الدقائق ولا ربع ساعه. الحوت راه دقيق كيوجد، ما كياخذش وقت كثير في الطياب. هنايا الغزالات عندي هنا الروز اللي ديجا سلقته، الروز الخاص بالسلطه. هنايا ضفت عليه الطون وضفت عليه العدس والقمح. كاينين هكا حكاك ديال الحماص، كاينين الحكاك ديال العدس. المهم كيكون خليط هكا ما بين جامع كل شيء. المهم انا درت هذا ديال العدس والقمح هكا مفلق، طايبين ديجا طايبين ومقادين، وحك ديال الطون البنات. وغادي نضيف شويه ديال الكمونه والزيت هكا ديال الطبخ. بحال هاد لي سلطه البنات كيكونوا ساهلين وصحيين في نفس الوقت. غادي نرافقها مع ديك الحوته اللي دخلتها الفران. وهنايا الحادقات الطبق الاخير ديالنا وجد كما كتشوفوا، خليط ما بين روز عدس القمح الطون. صراحه كتجي واحد سلطه لي صحيه وبنينه البنات. كما كتشوفوا الروز تبارك الله كيجي مفرك، كيجي معزول. والبنه ما غاديش نعاود لكم عليها. الحوته ديالنا عاد وجات مع داك الخليط ديال الحامض والبصار والملحه، بحال داك الحوت اللي كتصايبيه هكا كتبي ديريه في البسطيلات. واحد المذاق فيها جواعر البنات. اما الطويجين ديالنا كما كتشوفوا يا العلام من بعد ما طاب باقي البخار طالع. يمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الخضره معاها البنات، كيجي زوين بزاف. والكلامر راكم عارفين الطياب ديالو. المهم راه لما حيدتوش في الاول الا بقى فات الطياب يعني كيقصح وكتبقاي مضطره انك تخليه حتى يطيب على خاطره.
وهنايا الحادقات غادي ندوزو نحضروا الكسكروط. غادي نديروا الحرشه. كما كتشوفوا انا هذه هي الحرشه اللي معتمدها دائما ودائما كتجي فنه. عندي هنا تقريبا شي 500 غرام ديال السميد الرقيق، سميد ديال الحرشه اللي كديروه. درت نص كاس ديال الزيت البلديه البنات، ضروري ان الزيت هو الاول ترملوا به السميد ديالكم. المهم غير رملت السميد وحطيته جانبا. غادي ندوز نحضر المقله اللي غادي ندير فيها الحرشه، لان راكم عارفين السميد ملي كتخلطيه كيشرب دغيا. اول مرحله البنات ديروها هي انكم تقادوا اللاطه اولا المقله اللي غادي تدخلوها للفران. دائما انا كندير المقله ديال الحرشه هي اللي كتجيني فيها الحرشه وروعه روعه. صافي هنايا دهنتها مزيان بالزيت، وغادي نعاود ندوز نرشها بالسميد كما كتشوفوا. نحاولوا نرشوها مزيان، بالاخص الا كانت المقله عندكم مجرحه ولا هكا فيها بعض البلايص كتكون مكوله بزاف ولا شي حاجه، ضروري ترشوها مزيان بالسميده على الجوانب على الوسط على كل شيء. صافي. وهنا الغزالات صافي غادي نرجع نضيف النواشف اللي عندي. غندير هكا معلقه ديال الملحه، ما نكثروش بزاف، المهم كل وحده عارفه القياس ديالها. عندي هنا 2 معالق كبار ديال السكر الابيض. غادي نضيف الزنجلان اللي منقي، الا عندكم النافع حتى هو ضيفوه ولا كيعجبكم النكهه ديالو. زريعه الكتان هكا حبيبات ديال الشوكولا، اي حاجه كتعجبكم يمكن لكم تضيفوها الحرشه. اي حاجه كتضيفها لا الا وكتزيدها واحد النكهه وكتزيدها واحد الاضافه اللي زوينه. عندي هنايا ساشي ديال خميره الحلوى 16 غرام، ضروري غادي ندوز نغربلها. لان كيكون فيها دوك الحبيبات وما كيتفاعلوش مزيان مع الخليط الا ما غربلناهاش تتولي كلها على شكل بودر. صافي البنات غادي نجمع النواشف كلهم مزيان نخدمهم بيديا، وفي الاخير غادي نجمعها بالحليب. بالنسبه للحليب عندي تقريبا 3 الكيسان لاروب، يعني 2 كيسان وكاس الثالث، يعني ناقص شي شوي ماشي عامر بزاف. المهم كما كتشوفوا كنعبر بالكاس قدامكم، كندير الكاس الاول عاد ندير الكاس الثاني ونبدا نجمع. يعني ملي تكونوا كتجمعوا فيها ما تعجنوهاش بيديكم، حاولوا تخلطوا غير بالاصابع ديالكم، يعني غير تخلطوا داك الحليب باش يدخل في وسط السميده ما تعجنوهاش. صافي كما كتشوفوا غادي ندوز مباشره غادي نخويها في المقله. في هذه المرحله حاولوا تزربوا البنات دغيا ما تعطلوش باش يجيكم الشكل ديالها من الفوق. نعطيكم واحد الشكل مسطح ومقاد، ما تجيش معجنه ولا طالعه من جهه وهابطه من جهه بحال هكا، باش تجيكم مقاده يعني مسطحه. حاولوا تضربوا المقله مزيان مع داك مع سطح العمل. وهنايا الغزالات كما كتشوفوا خرجتها من الفران بعد ما طابت وتحمرات تبارك الله. المهم ان باقا سخونه، الا خليتوها حتى بردت غادي تحيدوها بسهوله. انا زربت عليها داكشي علاش كنحاول هكا نفك ليها جوانب، نعاون غير بالموس. هي الحرشه كتبغي غير تبرد، يعني في المقله ديال الحرشه اللي دهنتي المقله مزيان كتحيديها بكل سهوله. صافي الغزالات غادي ندوز هكا نحيدها نديمو ليها. كما تشوفوا هذا هو الشكل ديالها من التحت، جات محمره وطيبه واخده حقها في الطياب. بالنسبه للفران البنات كنشعل عليها غير من التحت في الاول حتى كطيب مزيان وكتبان لي تحمرات من الجناب، عاد كنشعل عليها حتى الفوق. بالنسبه للطيابه الفران تقريبا ديك 190 درجه هكاك باش كطيب بخاطرها، وديك السميده كتجي طايبه واخده حقها في الطياب. هنايا الغزالات غادي ندوز نقطعها لكم تشوفوا الشكل ديالها عن قرب. ديك النسمه ديال الزنجلان السميده هكا مرمله صراحه كتجي فنه تجي هكا الفطور ديروها في الكوتي مع شويه ديال العسل شويه الفرماج كتجي رائعه البنات. كما كتشوفوا الشكل ديالها عن قرب، يعني هذه الطريقه ديال الحرشه عمرها ما حشماتني، والحمد لله معتمده عندي دائما كنديرها. كنتمنى انكم حتى نتوما تجربوها. والى هنا وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انني نكون فدتكم وانكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. وطبعا الغزالات الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى ديال القناه كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم اشتراكات والبارطاج لمالا باش تعم الفائده للجميع. وهنايا الحلقات غادي نقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في روسكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد او روتين جديد او فلوق جديد. بسلام عليكم وخليتكم على خير.